السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة كوكين سوكا. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم بيني بالكريمه، كيجي خفيف وبنين بزاف وزوين. ما فيهش المكونات بزاف. كنتمنى اللي كمل معايا الفيديو الاخير واللي عجبته الوصفه يخلي لي جيم او كومونتير، وغادي ننتقلوا للطريقه والمقادير. بسم الله. غادي نحتاج هنايا في المقادير ديال العجين، عندي هنايا 600 غرام ديال الفرص اللي غربلته. غادي نزيد معاه شويه ديال الملحه، طريقه ديال الملحه، وغادي نزيد هنايا 2 بيضات. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره فوريه اولا معجونه اللي كان عندكم، و4 المعالق ديال سنيده يكونوا كبار، 4 صافي. وغادي نجمع العجين بكاس ديال الحليب يكون في حراره المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجه باش ما كيبردش لينا داك الخميره. وغادي نجمع العجين، نحاول نجمع العجين بداك الكاس ديال الحليب. الا ما قدنيش غادي نزيد اما الماء، اما الا كان عندكم الحليب كديروا كاس ونص ديال الحليب. المهم انا احتاجيت هنايا كاس ونص، درت كاس ديال الحليب وغادي نزيد نص كاس ديال الماء باش كتجي العجين رطبه وزوينه، ما خصهاش تجي قاصحه وما خصهاش تجي عاوتاني جاريه. صافي غادي نجمع العجين وغادي ندلكها مزيان. عاد من بعد غادي نزيدها الزبده كمكون اخير اللي بقى ليا. من بعد فاش دلكت العجينه مزيان غادي نزيد هنايا الزبده. عندي هنايا 60 غرام ديال الزبده، تكون في حراره المطبخ ما تكونش بارده. غادي نقطعها هكا طريفات باش كتدخل ليا دغيا في العجينه. غادي نفرقها على هذا الشكل وغادي نبدا ندلك حتى كتخلط ليا مع داك العجينه مزيان، وكنغطيها وكنخليها ترتاح اولا تخمر حتى كتولي على هذا الشكل بحال هكا. وغادي نقسمها هنايا على شكل كويرات صغار. غادي ندير تقريبا 18 الكره وغادي نقادهم باش يجيوني مقادين كلهم. غادي نلويهم على هذا الشكل بحال هكا، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نستفهم في لاطه الفران. من بعد فاش استفتهم في لاطه ديال الفران كما كتشوفوا غادي نبرك عليهم هكا شويه بيديا يهبطوا شي شويه، وعاد غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا. من بعد فاش خمروا ليا تقريبا كيدوزوا نص ساعه هكاك، على حسب الجو، على حسب الا كان بارد الجو راه كياخذوا الوقت، ولا كان سخون راه دغيا كيخمروا. يعني على ما كتساليو التكوار دغيا كيخمروا كيطلعوا. صافي غادي ندهنهم هكا بشويه ديال الزيت من الفوق هكا على هذا الشكل. في هذا الاثناء راني كنكون شاعله الفران باش كيسخن ليا مزيان. عاد كندخل الطبسيل العافيه كتكون من التحت مهيله باش كيطيبوا مزيان وكيجيو محمرين على هذا الشكل بحال هكا كما كتشوفوا، واخدين اللون واحد من التحت ومن الفوق. ما حدهم سخان كناخذ طريف الزبده وكندهنهم على هذا الشكل بحال هكا. واللي دهنتها كنديرها في سنيده باش كتلصق داك سنيده على داك الزبده دغيا. ولا غادي تاخذوا الزبده وتذوبوها قبل ما يخرجوا من الفران، باش يخرجوا من الفران تبقاو دهنوا وديروا في سنيده دغيا. دهنوا بالشيته
وديروهم بسنيده دغيا، ولكن انا ما بغيتهمش يجيو مشبعين بداك الزبده بزاف من الفوق، درت طريف هكا باش هي الوجه وصافي، هي باش تلصق لي سنيده وصافي. كندهن بجوج اما 3 دغيا دغيا، وكنديرهم بسنيده دغيا باش كتلصق فيهم كما كتشوفوا. غادي نبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنسالي لي بيني اللي عندي كاملين، وعاد غادي ندوز باش غادي ندير لهم الكريمه. من بعد فاش درت لهم السنيده كاملين في الوجه كما كتشوفوا، غادي ندير لهم الكريمه. الكريمه هي كريم باتيسري كنطيبو عادي، وفاش كيطيب ويسالي كنزيدو معلقه الزبده في التالي، كنخلطو مع داك الزبده مزيان حتى كذوب داك الزبده، وكنديرها في البوش وكنعمر بها هكا البيني من الوسط وصافي. هي خاصكم الكريم باتيسري اما تخدموهش قاصح، خدموه شي شويه جاري باش يساعدكم دغيا يعمر لكم البيني من الداخل، ودغيا دغيا يهبط لكم من البوش، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاوتاني قاصح. صافي غادي نبقى مستمره على هذا الشكل كما كتشوفوا، تنعمر البيني اللي عندي كامل، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو كي كيجي في التالي. من بعد فاش ساليت التعمر ديال البيني كامل كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين ورطب مفشفش. غادي نحل لكم وحده باش تشوفوها من الداخل كي كتجي بداك الكريمه. هانتوما شوفوا الكريمه كي كتجي من الداخل، كتكون واخا كتبرد ما كتقصح ما والو. هانتوما شتي كنبرك عليها كتخرج هكا خصها تكون. وهكا كنكون ساليت الوصفه ديالي ديال النهار. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، وكنتمنى تدعموني بلي لايك وتشتركوا في قناتي اللي مازال ما اشترك. والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.